السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متتبعي الكرام، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ولقاكم على فيديو في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم في قناتي مطبخ فاطمه الزهراء اس اف ار، ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو خاص بالعجينه ديال صابلي، عجينه اللي هي معتمده عندي في جميع الطلبيات ديالي، عجينه اللي هي رائعه وناجحه ولله الحمد. غنشارك معكم جوج ديال العجينات ب 250 غرام ديال الزبده، ولكن كيختلفوا في المقادير. وفي الاخير غادي نعطيكم كل عجنه الكميه اللي هي كتخرج ديال صابلي طايب ناضي بحال هكا. غنشارك معكم كذلك الطريقه ديال الطياب في الفران، لانها مهمه بزاف بزاف باش صابلي كيبقى محافظ على القرمشه ديالو واحد المده اللي هي طويله، وما كيرجعش رطب في مده اللي هي قصيره. غادي نطلع بعض التعاليق ديال الاخوات اللي هما كيصيفطوا لي على المشاكل اللي كيواجهوا في صابلي، وغادي نجاوبكم ان شاء الله البنات على جميع التساؤلات ديالكم، واللي عندهم الحل وساهلين وبساطين. الا تبعتوا الطريقه وتبعتوا الوصفه كما هي، راه كنتحدى اي اخت من بعد هذا الفيديو هذا غترجع تلقى مشكل مع الصابلي. وفي الاخر ان شاء الله ديال الفيديو غادي نخلي لكم واحد الشهاده ديال واحد الاخت اللي هي كتعيش متتبعه ديالي، كتعيش في فرنسا، عندها باتيسري وكتطبق الوصفات ديالي. صيفطات لي التطبيقات ديالها وخلات لي اوديويات، فاني صيفط غير اوديو مختصر باش تسمعوا. فكنتمنى ان شاء الله ما تقطعوش فيديو، لانه فيديو البنات مهم بزاف بزاف. الناس اللي اول مره كتشوفوا القناه ديالي كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس، وما تنساوش كذلك البارطاج مع الاهل والاصدقاء اللي تعم الفائده فضلا وليس امرا. يلا نبقاو مع المقادير ونبقاو مع الطريقه ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا معايا اخواتي عندي 250 غرام ديال الزبده. انا عندي هنا الزبده بونه، يمكن لكم نتوما تخدموا باي زبده بغيتو. عندي هنا كاس ونص ديال السكر سنيده، كما كتشوفوا هذا الكاس هذا هو اللي كنسميوه كاس ديال العنبه، ماشي كاس العنبه ولكن تعودنا كنسميوه بهذه السميه هذه. كاس ونص كذلك ديال الزيت، جوج ديال البيضات، بيضات سواء حجم كبير ولا حجم صغير ماشي مشكله البنات. وعندي هنايا لي ميغاغوم، عندي النكهه ديال الشكلاط، وعندي النكهه ديال الكراميل، كنديرهم بجوج بهم كيعطيو واحد المذاق اللي هو زوين بزاف بزاف. عندي هنا الكليكوز اللي انا كندير واحد المعلقه. من كون غادي كنخدم البنات غادي نعطيكم شنو هو الدور ديال الكليكوز في العجينه ديال صابلي. وعندي هنا البنات 900 غرام ديال الدقيق. انا كنقربكم يعني من حتى من الدقيق، يعني الكميه تكون قريبه، ماشي هي غادي تكون 100%، ولكن كنقربكم منها حتى الا بقى غادي يبقى ناقص واحد شويه اولا زيد واحد شويه. خليكم معايا. بالنسبه للزبده البنات انا هنا خدمت بونه، كنخدم ماماتي، كنخدم باتيسور، كنخدم بونه وولده، هادو كلهم انواع انا كنخدم بهم كلهم زوينين. داكشي باش قلت لكم في الاول قلت لكم تخدموا باش ما بغيتو. بالنسبه لهاد الكاس البنات العبار ديالو 100 غرام، كيهز السكر سنيده 100 غرام بالضبط. يمكن لكم تعبروا باي كاس في هذا الحجم هذا عندكم في الدار موفر، تعبروا به. غير كيف ما قلت لكم يعني تعودنا كنقولوا القياس ديال الكاس العنبه هذا ما كان. كما كتشوفوا درت الزبده اللي تكون بدرجه الحراره ديال المطبخ. دابا شويه بدا الحال الحمد لله كيسخن، يعني خليوها برا ما تكونش في الثلاجه باش ما تعذبكمش في الخدمه. وسنيده تكون ديك الحبيبات الرقيقه باش ما كتعذبش حتى هي كذلك في الخدمه وما كتدبرش اليد مع الخدمه. هنا درت نص كاس ديال الزيت مع الزبده، وبقيت البنات كنخدمها. الزيت غير واحد الكميه اللي هي قليله بحال هكا، غير نص كاس باش كيعاون السكر كيذوب، وديك الزبده كتحاول كتخدم. بعد ما خدمتها شويه مزيان زدت الكاس الاخر ديال الزيت، وغادي نخدم الزبده ديالي مزيان مزيان حتى ما كيبقاوش فيها الحبيبات نهائيا ديال الزبده. هنا في هذه المرحله هذه البنات الزبده كتبغي الخدمه مزيان مزيان، خدموها كيف ما بغيتو. ولكن ملي كنوصلوا للمرحله ديال اننا نديروا الطحين فصافي الدليك ما كيبقاش نهائيا. هانتوما كما كتشوفوا معايا انا راه مزربه الفيديو مسرعاه، اما راني يعني كنعطيها الخدمه بالكف ديالي كنخدمها مزيان مزيان. خص دوك الحبيبات ما يبقاوش، الا بقاو فيها دوك الحبيبات ملي كتجيو تطلقوا العجينه كيبداو كيتلاصقوا، وغير كيبداو يتلاصقوا كيخصكم ترشوا الدقيق بزاف بزاف. وصاب ليله ترش له دقيق في ديك المرحله ديال التطليق ديال العجينه، فهو ملي كيطيب كيجي خايب، كيجي المنظر ديالو ما زوينش. صافي هنا البنات بعد ما خدمت الزبده حتى كنخدمها عاد كنزيد البيض. ملاحظه مهمه، الزبده حتى تخدم عاد زيدوا البيض، لان ملي كيتزاد البيض صافي ما كيخليش الزبده تخدم، كيرجعها في شكل. المهم ما كتبغيش تخدم حتى تخدموها مزيان. عاد ديروا البيض. درت جوج ديال البيضات وغادي نزيد معلقه ديال الكليكوز. بالنسبه للكليكوز البنات فهو كيعطي القرمشه الصابلي. بالنسبه لي انا كنخدم مثلا كحلويه كنخدم واحد الكميات اللي هما كبارين، ضروري يبدا يخرج ليا الكسور مع الزربه مع الطباص الكتارين غادي يتهرس. الا عندكم
الكليكوز البنات يمكن لكم ديروا معلقه، ما عندكمش ما ديروش. انا قلت لكم هو كيعطيه القرمشه وبحال شويه كيخليه ما يتهرش. هذا هو الدور ديال الكليكوز. الا كنتي غتخدمي واحد الكميه اللي هي قليله لدارك وما عندكش ما موفرلكش، يمكن لك تستغني عليه وخدمي الخدمه ديالك غير بشويه، حاولي على الصابلي ديالك. صافي هنا غادي ندير مقدار معلقه كبيره ديال الكليكوز، عفوا ديال الميغاروم ديال الكراميل، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال النكهه ديال الشكلاط. انا شخصيا البنات كيعجبني ندير هاد النكهات هكا مخلطين، كيجيو عاطين واحد المزيج اللي هو زوين، او واحد النكهه، واحد الخليط اللي هو زوين. صافي هنا غادي نزيد الدقيق البنات. بالنسبه للدقيق كان عندي هنا 900 غرام ديال الدقيق. غادي ندير تقريبا يعني الكميه غنخلي منها غير واحد شويه. علاش البنات؟ واخا تكونوا عارفين الدقيق شحال ما تخويوش دفعه واحده، لان بعد المره كنخدم بالبيض صغير، بعد المره كنخدم بالبيض كبير، فهمتوا؟ يعني كل مره وكيفاش. انا عارفه العجينه كتخليها فيها 900 غرام، ولكن دائما كنخوي وكنخلي غير واحد شويه، مع ان كاين الدقيق عاود اللي كيكون كيشرب وكاين اللي ما كيكونش كيشرب. غير هو غادي تخويو الدقيق الكميه الكبيره وغتخليو غير واحد شويه، حتى صابلي فاش كتبقاو يعني كديروا العجينه بحال هكا الطحين بحال هكا وتزيدوا وتعاودوا وتزيدوا تقويو الدليك، فهو كيعوج. هنا هاد الاخت قالت لي على الصابلي ملي كنديرو كيعوج ما كيشوفش الفورمه ديالو، حيت اختي كتعطيه الخدمه بزاف. صابلي البنات الا هو تدلك هنايا في هاد المرحله هذه اللي انا فيها دابا بالذات كما كتشوفوا خدمته بزاف، دخلته في يدكم بزاف، فهو غادي يعوج لكم. غديروه في الفران فهو كيدي فورمه وكيرجع الشكل ديالو حالته حاله. هنا صابلي بحال اللي غير كنرملو ما بين يديا، ما كنعطيش الخدمه بزاف. وملي كنساليه القوام ديالو هو هذا البنات. نتوما كيف ما كتشوفوا القصعه كتشوفوا يديا ناشفين ما فيهمش، ما جايش قاصح بزاف وما جايش العجينه مطلوقه هكا. خصو القوام ديالو، والعجينه كتجي بحال هكا بحال اللي مفته، يعني ما تشوفها في الشكل ديالها ما كتعجبكش، ماشي ديك العجينه اللي نحسوا بها راه مخدومه ومدلوكه نيت مزيان. في الشكل ديالو كيكون بحال اللي مقطع بحال هكا. هذه هي العجينه البنات اللي كتكون ناجحه. وانا كنقطعو بالموس هو ما بين يديا كنحس بالعجينه مرمله هكا، القوام ديالها كيكون من الداخل. فهذه هي العجينه البنات اللي كتكون ناجحه ديال صابلي وكتكون زوينه. غادي نقطعوه بهذا الشكل هكا وكنحاول ندير منه كرات يعني، وحاولوا ما امكن انكم صابلي ما تقويوش عليها البنات الضغط في العجينه. حتى الا بقى فيه الدقيق ما عندكمش مشكل، المهم انكم ما تخدموش نهائيا العجينه بحال اللي غير كنرملها وكنجمعها، ما ندخلش فيها يدي، غير كنديها ونجيبها وكنجمعها فقط. صافي قطعته كما كتشوفوا ودرتوه في بلاستيكه ودخلته للمجمد يرتاح. هنا عندي 250 غرام ديال الزبده، كذلك قبيصه ديال الملحه، وغادي نخدم بجوج كيسان ديال السكر سنيده وجوج كيسان ديال الزيت. راه نفس الكيسان باش خدمت في الاولى هما نفسهم باش انا كنخدم، ما غيرت حتى شي حاجه. عندي جوج كيسان الزيت وعندي 3 ديال البيضات البنات. بالنسبه للبيض اللي انا خادمه به اليوم راه الحجم ديالو كبير، يعني تبارك الله فيه البيض ديال البيض كتير. وعندي لي ميغاروم هنا ديال الحامض وديال البرتقال اللي انا شخصيا كيعجبوني بزاف بزاف. هذا الميكس هذا وكنخدم به كيعطي لي اللون رائع ولا حتى المذاق. عندي الدقيق البنات، عندي هنا كيلو و200 غرام ديال الدقيق اللي انا عبرت هنايا، وهنا غنخدمها معكم وغتشوفوا شنو غيدخل فيها وشنو غادي يبقى هنايا. كذلك معلقه ديال الكليكوز، وغادي نتوكل على الله في الخدمه. كما كتشوفوا كما العجينه الاولى دائما كنبدا نخدم بحال هكا. بالنسبه لداك الزيت البنات انا غير ملي كنبدا نخدم بالزبده يعني كتجيني شويه قاصحه مع السكر، فكندير لها داك نص كاس ولا ربيع كاس ديال الزيت حدايا باش كتعاون ديك الزبده داك السكر كيذوب والزبده كتخدم. غادي نعطيها الخدمه ما بين يدي بحال هكا مزيان مزيان، وغادي نبدا نزيد الزيت. ما تخويوش البنات الزيت كميه كلها وحده كبيره، لان كتبقى ملي كديروا الزيت كامل دفعه واحده كتبقى الزبده كتهرب هكا هكا وهكا وانتم كتضغطوا والزيت كيطلع، فما عندكم لاش. يعني خدموا بهذه الطريقه هذه اللي انا عطيتكم. صافي غادي نزيد الكاس ديال الزيت اللي بقى لي. درت كاس الاول والكاس الثاني، جوج ديال الكيسان البنات، جوج كيسان ديال الزيت جوج كيسان ديال السكر سنيده. بالنسبه للبنات الحلاوه ربما تخافوا من الحلاوه ما كيجيش حلو، واخا كندير التعليكه قياس اللي هو ملي كنكون كنزين قياس اللي هو معقول كيجي الصابلي في لوغو ديالو اللي هو زوين. صافي هذا مكان غادي نزيد 3 ديال البيضات، وغادي نزيد معلقه ديال الكليكوز، كذلك معلقه ديال الكليكوز اللي هي كتكون كبيره عامره مزيان. صافي وغادي نخدم بحال هكا كما قلت لكم في العجنه الاولى البنات، حتى كنخدم بالزبده مزيان عاد كندير البيض، لان البيض ما كيخليش الزبده تخدم نهائيا، ما كيخليهاش. كنحاول نخدم داك الكليكوز ما يبقاش معلق في وسط العجينه. وغادي نزيد معلقه كبيره ديال الميغاروم ديال الحامض ومعلقه كبيره ديال التشين او ديال البرتقال بحال هكا كما كتشوفوا البنات اللون كيفاش كيرجع، ولكن ملي كيتندر له الدقيق فهو كيعطي واحد اللون اللي هو زوين بزاف بزاف. هنا كما كتشوفوا معايا هاد العجينه هذه عندي فيها كيلو و200 غرام، ولكن ما غاديش نخويها كلها
دفعه واحده. كما قلت لكم البنات راه عندي البلاطو ديال البيض، يعني البلاطو ديال البيض كيكون فيهم الكبير كيكون فيهم الصغير كل مره. وكيفاش هاد النقطه ردوا لها البال بزاف بزاف، راه البيض الا كان كبير كيعاون في الخدمه. صافي العجينه ديالي البنات كما هذا جمعتها، غير رملتها وانا كنرملها وكنجمعها. شوفوا الشكل ديالها كيفاش داير، هانتوما كيفاش كتجي بحال اللي مقطعه بحال اللي مكوره، ولكن راه هذيك هي العجينه اللي هي كتكون زوينه وكتكون ناجحه. صافي البنات هنا غادي نقطعها حتى هي كذلك بحال هكا، وكنحاول نقادها بيدي باش من العجينه ملي كتقصح ونجي نلقى بالدلاك ما كتبقاش كتفتت، كتكون ديجا انا قاديتها واحد شويه من يدي بين يديا بحال اللي كورتها. هنا البنات كنوريكم العجينه من الداخل، شوفوا القوام ديالها كيفاش داير. العجينه اللي هي كتكون مرمله تبارك الله وكيكون الشكل ديالها يعني زوين. راه العجينه ديال الصابليه البنات ملي تكونوا كتخدموها راه ما بين يديكم كتعرفوها واش ناجحه ولا ما ناجحاش. الا هي العجينه كانت مرمله وبحال اللي كتفتت راه ناجحه، والا هي العجينه كانت كتجبد ما بين يدك يعني مخدومه مزيان مدلوكه، فعرفي داك الصابلي راه حالته حال، راه ما غيصدقلكش في الفران وغادي يدي فورما غيديري كله كيتكمش وكيرجع صغيور في المنظر ديالو. صافي البنات هنا العجينه غادي ندخلها ترتاح في المجمد، وغادي نجبد العجينه الاولى اللي انا بديت بها ديال يعني ديال كاسونس الثاني وكاسونس ديال الزيت. هنا عندي المريشمات، غادي نوجد المريشمات اللي انا غادي نخدم بهم على حسب الطلبيات اللي هما عندي هنا واحد الباله اللي هي فيها الدقيق، هذيك باش كنهزو فيها الدقيق، وعندي موس وبلاستيكه. صافي هادو هو المسائل اللي عندي. والعجينه البنات كل ما هي ارتاحت في الفريغو مع دابا الصاد يعني الزبده كتطلق، ملي كترتاح كتبرد كتعطي واحد النتيجه اللي هي زوينه، وحتى العجينه ما كتبقاش كتلاصق يعني كتخدم بسهوله. صافي هنا عندي كما كتشوفوا معايا بلاستيكه البنات من الاحسن خذوا بلاستيكات اليوم يكونوا شويه غلاضين، فهما كيعاونوا في الخدمه بزاف. الا كانت البلاستيكه رقيقه راها كتعذب في الخدمه بلا قياس. هنا غادي ندير واحد رشيشه ديال الدقيق تكون قليله ماشي بزاف. كما قلت لكم حاولوا ما امكن انكم العجينه في الاول ديروها مقاده ما تجيكمش يعني خفيفه لدرجه انها تبقى تلاصق لكم، وخصكم ديروا لها الطحين بزاف وما ديروهاش قاصحه بزاف. عاود الا درتوها قاصحه ما كتبغيش تطلق وكتطلب الدليك بزاف وكتبقى تفتت. حرصوا على القياس ديال الدقيقه البنات. انا قربتكم كما قلت لكم من العباره تقريبا هو هذاك، غير يعني حاولوا واحد شويه من ديروا الكميه نقصوا واحد شويه فقط، وعينكم ميزانكم. راه دائما الخدمه كنخدموها يعني بالعين ديالنا. هنا البنات كما كتشوفوا جبت كره من العجينه طلقتها، وعندي انا جوج ديال الدلاكات معوضه كنخدم بهم. العجينه ملي كتكون عندي قاصحه في المجمد فهذا ديال الخشب هو اللي كيفورسي لي عليها، لان الزبده كتجمع وكترجع قاصحه. هذا ديال الخشب هو اللي كيفورسي لي عليها، وداك الاخر خفيف. هذا كيفيني كنفيني به العجينه من الفوق. هذا مكان البنات اي دلاك عندكم يمكن لكم تخدموا به. راه انا كنحاول ما امكن انني نولف يديا نخدم بهذا ونخدم بهذا، لان واحد المره كان مشى لي الدلاك الاولي اللي كان عندي كنخدم به بحال هذاك ديال الرولو، وكنت ما لقيتوش ولقيت مشكل كثير ما عرفتش نخدم بديال الخشب نهائيا. فمن ديك الساعات لهنا وليت كنخدم باي حاجه كنحاول ما امكن نعوض يدي على الخدمه هكا وهكا. هنا البنات كما كتشوفوا طلقت العجينه، درت لها واحد الرشيشه قليله ديال الدقيق وقلبت العجينه وغادي نكملها بحال هكا كنفينيها. هاد الدلاك هذا ديال الرولو البنات بزوين كيفيني العجينه وكيعطيها سمك واحد، ما كتبقاش جهه طالعه وجهه هابطه نهائيا. صافي كما شفتوا درت لها شويه ديال الدقيق قلبتها قديتها فينيتها مزيان، وغادي ناخذ المرشم ديالي وغادي نطلق العجينه بحال هكا. حاولوا العجينه البنات من تطلقوها عطيوها قياس واحد، واخا ضربوا بالدلاك دوزوا يدكم على العجينه باش كتحسي بالعجينه ديالك منين غليظه ومنين رقيقه. صافي نبدا نطبع بحال هكا كما كتشوفوا. كناخذ المطبعات اللي هما عندي وكنمشي كنطبع حبه حدا حبه، ما كنخليش لي سباس باش ما كيمشيليش معظم الوقت ديالي كيمشي في داك الطليق، لان يعني داك الطليق ديال صابلي البنات راه فيه الخدمه. وصابلي ولو كنشوفوه ساهل يعني راه فيه بزاف ديال المراحل ديال الخدمه وكياخذ الوقت وكيشد اليد بزاف. يعني حاولوا ما امكن تعرفوا كيفاش تخدموه باش ما يضيع لكمش الوقت. هانتوما بحال هكا كما كتشوفوا. الا بان ليا شي جنيب اللي هو عندي رقيق بزاف مثلا مقتول بالدلاك ولا شي حاجه ما كنخدموش، والجنيبات اللي هما زوينين بحال هكا فما كنضيعهمش. كناخذ داك المريشم الصغيور وكنطبعهم بحال هكا. كناخذ الموس كندخلو في الدقيق مزيان البنات مزيان، وكنضرب بالظهر ديال الموس وكنهز العجينه بحال هكا. كتهز لي العجينه بسهوله يعني
ما كتعواج ما حتى شي حاجه، كتبقى زوينه. غادي نستف اللاطه ديالي بحال هكا في السيلباط البنات، وفي الاخير غنخدم معكم حتى بلا سيلباط باش اللي عندها السيلباط تستافد واللي ما عندهاش كذلك حتى هي البنات تخدم. راه المشكل ماشي في السيلباط، المشكل ان العجينه خصها تكون مخدومه بطريقه اللي هي يعني محكمه ولا كيما فاش غنسميوها، والطياب ديال الفران. راه هادو هما الحوايج اللي هما مهمين بزاف بزاف. راه العجينه ديال صابلي ملي كتكون زوينه والطياب الفران زوين، واخا ما يكونش يعني فيه داك لي موتيف ديال السيلباط، راه كيطلع لك صابلي اللي هو زوين. صافي البنات كنبدا نهز بحال هكا كما كتشوفوا. هذيك العجينه دوك الزوائد كنحوزهم على الجنب بحال هكا، وكنهز بطريقه اللي هي ساهله وبسيطه. والعجينه ملي كتكون واخده القوام ديالها ديال الدقيق مقاد، شوفي ما كتلقايش فيها المشكل نهائيا، ما كتلاصقلكش ما بين يدك. كنهزها بالموس يعني بسهوله، راه كنهزو نرمي ما بين يدي ونستف في اللاطه، ما كتلقاوش فيها مشكل. الا كانت العجينه مخصوصه من الدقيق وخفيفه بزاف غتلقاو معاها بزاف ديال المشاكل. ملي غتجيو تهزوا بالموس غتعوج لكم، غادي يعني غتواجهوا معاها بزاف المشاكل. فلهذا كونوا دقيقين في العجينه وفي المقادير، الله يخليكم. صافي البنات غادي نبقى مستمره بحال هكا، وانا راني كنهز هنا البنات بالموس. راه عيني ميزاني، الا بانت لي شي حبه اللي هي غليظه بزاف فكنحيدها، بانت لي شي وحده مثلا فيها واحد جهه رقيقه بزاف وجهه غليظه كنحيدها. اللهم ما حدني في العجينه كنحيد داكشي وكنولي كنعاودو، ولا حتى نطيب اللاطات وعاد يخرج لي الكسور بزاف ونبدا نحيد صابلي نرميه وهو مازال هو يعني طايب وضرب عليه التماره والمقادير الى اخره. هنا هاد العجينه البنات اللي كتبقى لي غادي نجمعها ونخليها على جنب حتى كنزيد عليها العجينه ديال العجنات الثانيه. كنجمع جوج عجنات الثانيين وكنطلقهم. الا هما بانوا لي ترخفوا بزاف كندخلهم الثلاجه كيرتاحوا واحد شويه، لان دابا الصهد خاصه راني في الكوزينه يعني خدامه، البوطه حدايا شاعله الى اخره، فشويه الحال سخون، فخص العجينه تكون يعني شاده راسها في الثلاجه باش كتعاون في الخدمه. هنا البنات كما نفس الطريقه طلقت العجينه، غندير لها واحد الرشيشه ديال الدقيق وغادي نقلبها بحال هكا. غادي نقلبها بحال هكا، غادي نقادها كنفينيها مزيان باش كيتحيد من داك لاطراس ديال البلاستيكا ديال الدلاك الى اخرها. وغادي نطبع الشكل الثاني. بالنسبه للصابلي البنات انا شخصيا كيعجبني صابلي يكون رقيق، ما كيعجبنيش صابلي يكون غليظ، ماشي داك الرقيق يعني ميت، ولكن صابلي كيجي موسط، يعني كيجي الشكل ديالو انيق وكيجي زوين وكيجي حتى مقرمش. صابلي غليظ انا شخصيا ما كيعجبنيش انا ضدو. الا كنت صابلي غادي نديرو يعني غير على بحال هكا على حبه وحده وغادي نزينو بشي شكلاط ولا بشي حاجه، فانا كنخلي غير حبه وحده. كنت غادي نلصقو فانا كنديرو رقيق شويه وكنلصق وحيده على وحيده، ملي كيلصقوا كيجي الشكل ديالهم مؤدب وكيجي الشكل ديالهم زوين. صافي غادي نبقى البنات مستمره بحال هكا. كنطبع كندخل الموس في الدقيق كما كتشوفوا، كنضرب بالظهر ديال الموس ماشي بالراس ديالو. الراس ديالو غادي يدخل في ميكا وغادي يقطعها وما غاديش يخدم لي. فبالظهر ديال الموس كنضغط على الموس هكا مزيان وكنضرب بالزربه. ما تخافوش البنات، راه ساهل، غير تلقوا يديكم. شوف راه مره من بعد مره ان شاء الله غتوليو محترفات وغادي توليو كتخدموا بسهوله، ما غتلقاوش مشكل. انا راه كنهضر مع البنات والسيدات المبتدئات اللي ما عارفينش، وحتى انا بدوري يعني راه دزت في هذه المشاكل وشحال ديال صابلي ضيعت بلا قياس باش حتى انا عاد تعلمت ولله الحمد. لهذا حاولوا حتى نتوما تعلموا. اما السيدات اللي هما يعني محترفات وكيعرفوا الله يزيدكم خير في خير، ما كندويش معاكم. صافي البنات وغادي نبقى مستمره بحال هكا. العجينه اللي انا بقات لي من هنا غادي نزيدها على العجينه الاولى وعاد غادي نطلقها بسهوله. شوفوا البنات العجينه ملي كتبقى لي ما كنقويش عليها قوه الجميع والدليك وديك الشيء، كنخليها كيف ما هي بحال هكا. وغادي رشيشه ديال الدقيق خفيفه كيف ما كنطلق في الاول، وغادي نضربها بالدلاك عادي جدا. راه كتجي حتى هي بحال الاولى، ماشي زعما غير معاوده راه غدير فورمال نهائيا، بحالها بحال العجينه الاولى. صافي غادي نطلقها بالدلاك بحال هكا. وحتى الدلاك البنات حاولوا من تكونوا كدلكوا يعني ديو الاتجاه واحد. مثلا كنحط غادي ندلك لعندي فين انا واقفه، الدلاك من الوسط وكنجرو لعندي، غادي نطلع الفوق من الوسط وكنطلع الفوق. ما تبقاوش يعني تديو الدلاك وتجيبوه بزاف وتديو وتجيبوه بزاف، راه بحال اللي كتدلك يعني بحال اللي غادي تدلكوها بيدكم. حاولوا ما امكن داك الطليق يكون خفيف. صافي وغادي نبقى مستمره بحال هكا. كنطبع الاشكال اللي هما عندي انا البنات. هنا راه عندي بزاف ديال الاشكال، راه جوج ديال الطلبيات اللي انا كنطبع هنا، وعندي بالحساب لاطويات، يعني ربما ما غنطبعش معكم الشكلات كاملين، ولكن في الاخير ان شاء الله راه غادي تشوفوا معايا الشكيلين من غادي يطيبوا. وغادي نعطيكم كذلك القياس اولا العبار ديال كل عجنه. العجنه ديال كيلو ديال كاسونس شحال خرجات، والعجنه ديال جوج كيسان حتى هي كذلك شحال خرجات ليا.
صافي هنا البنات بالنسبه للعجينه انا بديت بالعجنه الاولى اللي انا عجن ديال كاس ونص حتى ساليتها ووليت بديت في العجنه الثانيه. يعني هو العجينه ما كنجبدهاش كلها مره واحده من الكونجيلاتور، راه كنخليها وكنبقى نجبد كره بكره وانا كنخدم. الا شفتها يعني قربات تقصاح بزاف وانا مازال ما ساليتش كنخليها في الثلاجه لتحت. المهم صابلي العجينه ديال صابلي تبقى بارده البنات، هذا هو الاهم. كاينه حاجه واحده اخرى في حاله الا حطيتو في واحد المشكل ديال ان العجينه مطلوقه لكم بزاف، مثلا في الاول ما عطيتوهاش الدقيق الكافي وطلقات لكم وبقات العجينه رطبه بزاف، غادي تطلقوها بحال هكا كما انا طلقتها بالدلاك، ما تطبعوهاش وغادي ديروها فوق شي لاطا ولا صينيه ولا شي حاجه وغتدخلوها الكونجيلاتور حتى كتجمد وكتشد راسها، وغادي تخرجوها دغيا بالزربه تطبعوها وديريها في اللاطات وتدخلوها الفران. كتجي رائعه، كتجي زوينه. غير حاولوا يعني ما تعوج لكمش في الكونجيلاتور، حاولوا تقادوها وطبعوها تكون قاده مزيان مطلوقه مزيان، غير طبعوها ودخلوها فهي كتجي زوينه في الشكل ديالها. هنا البنات طبعت وغادي نديرو في اللاطا بلا سيلباد باش ماشي الناس كلها عندها السيلباد. غادي نطبعو كما كتشوفوا طبعتو وكنستف في اللاطا فوق منها الكاغيط، يعني غير داك بابي كويسو ديال الفرة اللي حنا كنخدموا به فقط. وغادي تشوفوا حتى هو كذلك الشكل ديالو في الاخير كيجي الشكل ديالو زوين، كيجي رائع، ما كيتبوقش نهائيا البنات، كيبقى في المنظر ديالو زوين. غير هو الخدمه ديالو كيخصها تكمل في الفران، يعني الفران يكون طيب زوين، هذا هو المهم. صافي البنات هنا راني بعد ما ساليت يعني الطبيع ديالي كما كتشوفوا الفران راني شاعله. الفران البنات كنشعلو على العافيه اللي انا غادي نطيب عليها، يعني ماشي كنسخنو على واحد النار اللي هي مجهده بزاف وغينفوا ندخل صابلي غادي نقص، لا صابلي الفران غادي نشعلو على نار اللي هي قليله. انا هنا راه نطيب في الفران ديال الغاز من طبيعه الحال او ديال الغاز، ماشي الفران ديال الضو. على نار اللي انا غادي نطيب عليها كنسخنو عليها غير واحد شويه، كندخل يدي في الفران كنحس بيه راه سخن وكندير اللاطات ديالي الفوق. هنا البنات شوفوا معايا الصابلي كيفاش في الشكل ديالو راه مستف وكيفاش عفوا كيفاش هو يعني حبه حدا حبه، وغادي نوريه لكم حتى ملي غادي نخرجوه من الفران راه كيبقى في نفس الفورمه ديالو في نفس الشكل. هنا راني مطوله شويه في التصوير، راه هذا هو المقصود على اساس باش تشوفوا صافي يعني كيفاش مطبوع وكيفاش مستف البنات. هنا دخلته للفران البنات على نار اللي هي قليله وخليته الفوق. واخا تشوفوا معايا النار بحال هكا، هذا انا فران عندي ديال الحلوه يعني خاص بالحلوه، فران اللي هو ثقيل الحمد لله العافيه ديالو مهيله. هنا خليت البنات الصابلي كنخليه الفوق حتى كنشوف اللون ديالو تذهب كله. غير مره كنشد الطباصل وكندورهم، لان العافيه مع الجناب كتعرفوا كتكون من جهه مجهده من جهه، فالطباصل كل مره كندورهم، يعني كندوز واحد شويه. مثلا الطبسيل ملي كنديرو الفوق كندورو واحد جوج ديال المرات، كنديرو المره الاولى كندوز واحد شويه وعاود كنجي نقلبو باش الطياب كيكون معتدل، كي هاد الجنب كي هاد الجنب. وكنخلي صابلي حتى كيزيد واحد شويه البنات حتى كنشوف صابلي ديالي راه طاب. ملي كنهز الحبه كيف ما هزيتها دابا معكم هنايا كنلقاها طابت من التحت عاد كنهبطو تحت كيتذهب. هنا هاد الاخت قالت لي الله يجازيك بخير طريقه الطياب في الفران الكهربائي ودرجه الحراره. بالنسبه للطياب البنات في الفران ديال الضوء انا شخصيا ما كنطيب شويه بزاف قليل، الا كانت عندي شي كميه اللي هي قليله. انا كنخدم في اللاطات هنا كبارين كما كتشوفوا، ولكن السيدات اللي هما عندهم فران ديال الضوء غادي طيبوا على 130 140، ما تفوتوهاش البنات، ما تفوتوهاش نهائيا. ودرجه يعني درجه الحراره كما قلت لكم 130 140 مده 15 دقيقه. العافيه انا كنديرها من الفوق ومن التحت. بالنسبه للفونتيلاتور ماشي ضروري، المهم الاساسي ان العافيه تكون من الفوق ومن التحت. ودائما انا البنات عيني على الفران ما كنغفلش، ماشي زعما غير كنريق الوقت وكنمشي صافي هذيك الطريق حتى كيطفى بوحداتو، لا راه يعني انا الفران دائما سواء هذا ديال البوطه سواء ديال الضوء واخا راه راه عيني عليه كل شويه كنجي نطلل على الفران كنشوف شنو تما. هذا هو اللي كاين. هنا البنات الصابلي بعد ما طاب لي الفوق تماما خرجتوه هبطتو لتحت غير توحد لي اللوين ديالو وخرجتو. واحد النقطه واحده اخرى، الصابلي راه ملي كيخرج البنات ويبقى في الطباسل وفي هاد السيلبات راه كيزيد كيتغمق اللون ديالو، يعني راه كيزيد بحال اللي كيكمل الطياب في الطباسل. فردوا البال مع هاد النقطه هذه، ما تحمروش الصابلي لديك الدرجه بزاف وتخرجوه وتخليوه في اللاطات، راه غادي يزيد يعني يحمر بزاف وغيرجع اللون ديالو بحال اللي قهوي. يعني صابلي يكون مذهب واخد واحد اللوين معقول وديروا حساب ان راه غيكمل الطياب في اللاطات. هذا البنات هنا خويت العجنات اللواله، هنا شوفوا معايا شوفوا اللوين ديالهم تبارك الله. وصاب لي حاجه واحده اخرى البنات انني كنخرجو كنخليه في اللاطات، ما كنخرجوش ونجمعو مباشره. علاش؟ انه كيزيد كياخذ واحد القرماشه في دوك الطباسل،
كيزيد اللون ديالو كيتوحد اكثر كما قلت لكم، وكيزيد كيكمل طيابو وكيرجع مقرمش في اللاطات، يعني حتى كيبرد تماما عاد كنجمعوا. شوفوا البنات الصابلي كيفاش كيبقى تبارك الله في الفورمه ديالو، كيبقى في الشكل ديالو كيف ما قلت لكم اخواتي، كيبقى محافظ على الشكل ديالو، كيبقى محافظ على الفورمه ديالو، كيجي اكثر من رائع. هادو اللاطات الولاء البنات. وهانتوما شوفوا معايا الشكل اللي انا خدمته بلا سيلبات. شوفوا القرمشه ديال الصابلي البنات راها باينه في اللون ديالو. السمك ديال الصابلي كذلك، يعني جاي واخد واحد التحميره اللي هي من الداخل ديالو، واخا يبقى هذاك الصابلي واحد المده اللي هي طويله، فهو كيبقى محافظ على القرمشه ديالو، ما كيرطب ما والو. هنا البنات هذه العجنه ديال اللي انا خدمت بلي ميغاروم ديال الحامض وديال التشين، يعني ديال 2 كيسان. فهي ملي طابت البنات وعبرتها عطاتني 2 كيلو عبار ديال صابلي هكا. فهو الا كانت تزين مثلا بالشكلاط ولا بشي حاجه اللي هي شويه يعني فينيسيون ثقيل، فهي غتعطيك واحد الكميه اللي هي تبارك الله يعني لا باس بها، من 5 كيلو الفوق غادي تخرج لك. والا كان يعني فينيسيون قليل، يعني فينيسيون خفيف مثلا لوز ايفيلي كونكاسي شي شكيلطات صغيورين، ماشي شي حاجه اللي هي يعني كثيره، فهي راه غتعطيك اقل. دائما الصابلي كيعتمد على الفينيسيون. انا هنا شخصيا كما كتشوفوا كنطبع الصابلي اللي هو رقيق وكنفيني شي فينيسيون اللي هو خفيف، ما كنديرش داك الشكلاط كثير وداك الشيء، فما كيخرج لي صراحه واحد الكميه اللي هي كبيره بزاف. ولكن كما قلت لكم دائما الميزان يعني كيعتمد على الفينيسيون. هنا قالت لي هاد البنت تبارك الله عليك اول مره يصدق ليا صابلي، غير جربوه ما تخافوش. بزاف ديال البنات ولله الحمد اللي خلاو لي البنات التطبيقات ديالهم في هاد العيد اللي نجح معاهم صابلي اللي انا فايت لي حطاه في القناه، فكنتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه معايا باذن الله. والعجنه الثانيه البنات اللي هي بالشكلاط وبالكراميل هي هذه كما كتشوفوا اللون ديالها كيجي شي شويه مغير. شوفوا حتى هو صابلي اللي مطبوع بلا سيلبات، فراه كيجي اكثر من رائع. هاد العجنه هذه البنات عطاتني كيلو و400 حساب ديال صابلي هكا عجنه. كما قلت لكم العجنه ديال 2 كيسان عطاتني 2 كيلو، والعجنه ديال كاس ونص عطاتني كيلو و400. ملي غادي تكونوا البنات عندكم شي كميه نتوما غادي تعرفوا يعني تلعبوا بالمقادير، غتعرفوا شنو تخدموا. هنا البنات قسمت معكم وحده. شوفوا القرماشه وشوفوا هاد النهار مبروك عيدك. المهم انا بغيت نصيفط لك واحد الميساج. راني واحد الاخت ساكنه في فرنسا متبعه داك لاشين ديالك في اليوتيوب، وخلاص عندي سي بي باتيسري هنا في فرنسا، وتعجبني ندير زعما داكشي ديالنا ديال العرب، داكشي تقليدي. ايوا وجربت لي غوسيت ديالك والله الا طلعوا فنين. الله يسهل عليك اختي والله يعطيك ما تمنيتي في خاطرك. والله الا تشرحي داكشي زوين وبالطريقه زعما بكل سهوله، يعني ما تتعقديش الامور كاع. شحال من وحده كنت نجرب داكشي ديال وما كانش كاع تيصدق ليا. والله الا الله يسهل عليك اختي والله يزيدك، الله يفيد لك الخير ان شاء الله يا ربي. وانا نصيفط لك واحد التصاور ديال داكشي اللي صاوبت، شي مدياولك وشي مدياوليه.